السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في حلقه جديده وفيديو جديد. بما انه دخلتي لهذا الفيديو فانت غالبا كتسال كيفاش نقدر نوجد ماده الفيزياء الامتحان الوطني في هذا الوقت اللي بقى ليا. فقبل كل شيء بالنسبه للناس اللي كيسولوا خويا مصطفى واش باقي الوقت، غادي نقول لك ثق بيا، راه باقي لك الوقت فين تبريباري، باقي لك الوقت فين دير العجب. الحاجه الوحيده اللي مطلوبه منك ركز وعطي الماكسيموم ديالك في هذه الوقيته، وثق بيا غادي تصدم بالنقطه ديالك في نهار الامتحان. لا ما نطول عليكم، نبداو على بركه الله في الفيديو. عند الإشارة تكون الساعة 7 صباحا. بالنسبه للناس اللي باقي ما بداوش ولا الناس اللي ديجا بادين ولكن تالفين وما عارفين شنو هما الدروس اللي غادي يركزوا عليهم، اذا جينا نشوفوا الاطار المرجعي ديال الناس ديال سيونس بي سي وسيونس اس في تي وسيونس مات كو سوا الف ولا باء، غادي نلقاو انه اكبر نسبه ديال النقطه كتديها الكهرباء والميكانيك. فبالتالي انا اللي غادي نقول لك هو انه غادي تركز ليا على الكهرباء هي الاولى، بحكم انه الدروس فيها قل وصراحه هي اسهل شويه من الميكانيك. ركز لي على الكهرباء في هذه الوقيته، فاش تسالي هذيك الساعه دوز للميكانيك، فاش تسالي الميكانيك ديك الساعه نقز للكيمياء، خدم على الدروس ديال الكيمياء كاملين، عاد ديك الساعه فاش تساليهم رجع خدم الموجات، بحكم ان الموجات هي اللي عليها نسبه طالعه على النووي، دونك خدم الموجات وعاد سالي بالنووي. علاش قلت لكم من الكهرباء والميكانيك نقز للكيمياء؟ بحكم ان الموجات والنووي وحده فيهم اللي كتحطوا اصلا عليهم نسبه قليله ديال النقاط، فبالتالي غادي نخليهم حتى الاخر ونخدموا عليهم. دابا غندوزو للسؤال الثاني اللي هو خويا مصطفى انا ما عرفتش شنو هما الحوايج اللي نركز عليهم في الدرس، وما عرفتش كيفاش نعرف راسي انا اصلا واش ضابط هذا الدرس ولا لا. غادي نقول لك اصديقي غادي نعاودوا نجيو وغادي نعاودوا نعتمدوا على الاطار المرجعي. ما عرفتش صراحه لا علاش التلاميذ ما كيعتمدوش على الاطار المرجعي، علما انه هو اللي كتقول فيه الدوله ها شنو غادي تحط لك في الامتحان. غناخذوا مثال بالنسبه للناس اللي دايرين شعبه العلوم الفيزيائيه. اذا مشينا للموجات الميكانيكيه المتواليه، كيفاش تعرف راسك واش ضابط هذا الدرس؟ كتجيب الاطار المرجعي. الاطار المرجعي فيه بزاف ديال الحوايج، مثلا تعريف الموجه الطوليه والموجه المستعرضه، تعريف الموجه المتواليه، معرفه العلاقه بين استطاله نقطه من وسط انتشار واستطاله المنبع، استغلال الوثائق التجريبيه ومعطيات لتحديد مسافه وطول الموجه، التاخر الزمني، سرعه الانتشار، وزيد وزيد وزيد. دونك انت كتجلس كتحط هاد الحوايج قدامك وكتبقى تقول واش انا عارف الموجه الميكانيكيه شنو هي، واش انا عارف الموجه الطوليه، واش انا عارف الموجه المستعرضه، واش انا عارف الموجه المتواليه، واش عارف هاد العلاقه، واش عارف، وكتبقى تضرب على كل حاجه فاش كتكون ضابطها وعارفها. هنا كتكون عارف بانه ما كتضيعش الوقت وباللي راك كتراجع في داكشي اللي انت غادي تحط لك اصلا في الامتحان الوطني. دونك اعتمدوا على الاطار المرجعي، تيليشارجيوه، ركزوا عليه. دابا غادي ندوزو للسؤال الثالث اللي هو خويا مصطفى انا عارف شنو هما الدروس اللي خاصني نبدا بهم، عارف شنو هما الحوايج اللي خاصني نركز عليهم، ولكن ما عارفش كيفاش نخدم التمارين. انا غادي نجاوبك. الغلط اللي كيوقع فيه بزاف هو انه فاش كيخدم التمارين كيبقى يخدم نفس النوعيه ديال التمارين. في اخر المطاف فاش كيمشي الامتحان الوطني كيتصدم وكيلقى واحد الشكل اخر اللي هو مختلف كليا على داكشي اللي هو اصلا بريبارا ليه. دونك هنا غادي نمشيو للموقع ديال الو سكول وغادي تختار الشعبه ديالك. فاش كتختار الشعبه ديالك كتلقى جميع الدروس حداهم التمارين. هاد التمارين هادو اللي عجبني وهو انهم متنوعين، حتى تمرين ما كيشبه الاخر. زيد على انه التمارين قلال، يعني ما بين 7 و 9 ديال التمارين. زيد عليهم انهم مع التصحيح، فاش كتكون ساليتي كل درس بالطريقه اللي وريتك ديك الساعه كدوز تخدم هاد التمارين هادو. اذا خدمتيهم كاملين ديك الساعه كتعرف راسك راك ديجا حيدت عليك واحد 70 حتى 80% ديال الخدمه. دونك خدم كاع التمارين الدروس اللي كاينين في الو سكول. صراحه لا الحلاوه اللب ديال النقعه ديال السكافندري، السوق ديال اللب ديال السكافندري ديال اللب ديال الطلعه طلعاتي في العوله. دابا غادي ندوزو لواحد السؤال اللي انا عارف راسي غادي يطيح عليا بزاف اللي هو خويا مصطفى دابا انا عرفت شنو هما الدروس اللي غادي نبدا بهم، عرفت كيفاش نعرف راسي واش انا موجد للدروس ولا لا، عرفت شنو هما التمارين اللي خاصني نركز عليهم. دابا بالنسبه للوطنيات كيفاش غادي ندير لهم؟ دونك اسمع لي مزيان. دابا غادي نقسم على حسب الشعب بثلاثه: سيونس فيزيك، سيونس اس في تي وسيونس مات. الناس ديال سيونس بي سي غادي تبدا ليا بالوطنيات ديالكم ديال سيونس فيزيك من 2016 حتى 2020. عندك الوقت تخدم الدوره العاديه والدوره الاستدراكيه بجوج، ما عندكش الوقت تخدم غير ديال الدوره العاديه. فاش غادي تسالي هادو غادي تنقص ليا ديك الساعه للسيونس اس في تي من 2020 حتى 2022 غادي تخدم هادو. عاد ديك الساعه غادي تنقص تخدم ليا الوطنيات ديال سيونس فيزيك 2021 و 2022. علاش هاد الوطنيات خليتهم حتى الاخر؟ بحكم انه هما مختلفين شويه هذاك الشيء اللي تحط قبل، زائد انه هما باش غادي نتيستيو راسنا واش حنا موجدين ومستعدين للامتحان ولا لا. بالنسبه للناس ديال اس في تي غادي تركز على الوطنيات ديال سيونس بي سي من 2018 حتى 2022. كيف ما قلت قبل بالنسبه لسيونس فيزيك اذا كان عندك الوقت تخدم الدوره العاديه والدوره الاستدراكيه بجوج،
ما كانش عندك الوقت تخدم الدوره العاديه. فاش غادي تسالي هادو غادي تنقص ديال الوطنيات ديالكم من 2017 حتى 2020 غادي تخدمهم حتى هما. غادي ديك الساعه غادي تسالي بالوطنيات ديالكم ديال الشعبه ديالكم من ديال 2021 وديال 2022. بالنسبه للناس ديال السيونس مات غادي تبدا ليا بالوطنيات ديال السيونس فيزيك ما بين 2020 حتى 2022، يعني 3 ديال الوطنيات. كان عندك الوقت تخدم الدوره الاستدراكيه، ما كانش عندك الوقت ديك الساعه غادي تنقص السيونس اس في تي. دونك غتخدم الوطنيات ديال سيونس فيزيك من 2020 حتى 2022، غتخدم سيونس اس في تي من 2020 حتى 2022. عاد ديك الساعه غادي تنقص الوطنيات ديالكم، غادي تخدم ما بين 2016 حتى 2020، وغادي تختم بالوطنيات ديال 2021 2022 بالنسبه للشعبه ديالكم. اذا لاحظتوا بالنسبه للناس ديال سيونس مات عطيتهم الوطنيات شويه زايدين بحكم ان الشعبه بطبيعه الحال اصعب شويه على الشعب الاخرين. دونك اذا بقى لك الوقت من بعد وبغيتي تزيد تخدم الوطنيات، كنصحك كنصيحه خدم الوطنيات ديال تحت 2010 في الشعبه اللي بغيتي. مهم الوطنيات تحت 2010 حيت شويه زايدين نغزى على الوطنيات ديال من بعد 2010. كيف ما لاحظتوا عطيتك الطريقه اللي واضحه باينه، ما كاينش الدوران، كلشي واضح. سير طبق هذا الشيء، خدم الوطنيات اللي عطيتك، خدم التمارين اللي عطيتك. اذا بقى لك الوقت رجع الوطنيات ديال تحت 2010. الله يرحم لك الوالدين. بغيت البارطاج هذا الفيديو، بغيتي تفرقع في هذا البارطاج باش حتى انا نتموتيفا ونحط لكم فيديو ديال الماط. دونك نعول عليكم، تسجلوا معايا، نتلاقاو في فيديو جديد. السلام عليكم.